النابو عاش انرمس كمت النابو سرو انرمس كمت النابو وجع انرمس كمت النابو وجع سخرو انرمس كمت النابو انرمس كمت النابو تجعت انرمس كمت النابو شفت يمنا نرمس كمت النابو مري انرمس كمت النابو نخت انرمس كمت النابو رخت انرمس كمت النابو الحتاب انرمس كمت النابو نبت. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم الدنيا مقلوبه مع الشيماء توفيق. بس الحقيقه المره دي الدنيا مقلوبه مش عشان مشكله ولا خبر عاجل، مقلوبه عشان مصر قررت تفتح صفحه جديده من كتاب المجد. بكره يوم السبت 1 نوفمبر 2025 الدنيا كلها هتبص ناحيه مصر، مش بس بالكاميرات، لا ده بنظره انبهار واحترام في بلد لو شلت منها التاريخ الكوكب نفسه هيفقد الذاكره. مصر اللي من آلاف السنين كانت بتبني حضارة، احنا النهاردة بنقول هو احنا لسه فاكرين؟ لا يا سيدي، احنا مش فاكرين، احنا مكملين. الدنيا مقلوبة برنامج بيحكي اللي محدش بيقوله، بس النهاردة مش هنتكلم في السياسة ولا الاقتصاد، النهاردة هنتكلم عن اللي خلى الدنيا كلها تمشي ورا حضارتنا وتقول هو في كده زمان قبل لا يكون في قارات ولا حدود ولا GPS. كان في راجل مصري بسيط واقف على أرض طمي النيل وبيبص للشمس بيقول لها انا هبني مجد يعيش بعدي. مش بس قال، ده بنى فعلا، بنى هرم مازال بيتحدى الزمن، ناقش على جدران المعابد علوم لسه العلماء بيدوروا عليها، اخترع الطب والهندسه والدهاء والضحك، حتى اول نقطه في التاريخ كانت فرعونيه. تصدق المصري القديم كان بيحب الضحك؟ يعني حتى هو بيبني اعظم حضاره عرفتها البشريه كان بيهزر. فلو حد قالك ان المصري بيضحك على الفاضي قول له ده من ايام رمسيس واحنا عندنا حس فكاهي رسمي في الدوله. في الدنيا مقلوبه النهارده هنقلب التاريخ كده ونقلبه مع بعض صفحه صفحه، من اول حجر في الاهرام لحد اخر لمسه في المتحف الكبير، المتحف اللي العالم كله منتظره. تحفه مش بس اثريه، ده تحيه حضاريه لكل اللي قالوا ان الحضاره ماتت. هنقول لهم لا، الحضاره رجعت بيتها في مصر. تعالوا نرجع بقى بالزمن شويه مع بعضينا. في ملك اسمه خوفو قرر يعمل حاجه ما تتعملش. قالوا له ده جبل من الحجر، ده مش هيتبني. قال لهم هسميه هرم، والهرم ده هيفضل شايف الشمس قبلكم. وفعلا الشمس كل يوم تشرق عليه قبل اي حد تاني. نيجي بقى على نفرتيتي بعد كده، جمالها كان درس في الجمال الطبيعي قبل ما يظهر لا فلتر ولا ميك اب ولا كل الحاجات اللي البنات بتعملها دي. نيجي بقى على اخناتون اللي قال الرب واحد قبل ما العالم كله يفهم يعني ايه توحيد. في الدنيا مقلوبه بنقول دايما ان المصري مش بس بنى حضاره، تعلم البشريه يعني ايه يعيش بعقل وقلب في نفس الوقت. هو اللي قال على جدران المعابد لا تتكبر لانك يوما كنت طفلا صغيرا، ولا تيأس لانك في يوم كنت الها في احلامك. يعني حتى الفراعنه كانوا بيعملوا سيلف كوتشنج قبل ما تظهر اصلا التنميه البشريه. تعالوا بقى نشوف السحر الحقيقي بقى. الكهنه اللي عرفوا الطب قبل الجامعات، المهندسين اللي قاسوا الزوايا بدقه تعجز عنها احدث اجهزه الليزر دلوقتي، النحاتين اللي عملوا تماثيل لسه بتتنفس بعد الاف السنين من الحضاره. مصر يا جماعه مش مجرد ارض، ده عقل بيحلم وايد بتصنع وقلب ما بيخافش. في الدنيا مقلوبه هنفكرك ان المصري القديم اول من كتب على الحيطان، بس مش شتيمه ولا ترند، لا ده كتب علم وادب وسيره. كل رمز كان فكره، كل تمثال كان رساله، كل معبد كان جامعه مفتوحه من غير مصاريف ولا انترنت ولا سيستم واقع. لما نمشي على ارض الاقصر او الكرنك تحس كانك في متحف مفتوح، كل عمود بيحكي لك قصه حب او حرب او انتصار، كأن الحجاره نفسها بتحكي وبتتكلم تقول لك انا شفت اول خطوه في الحضاره الانسانيه وكانت هنا. نيجي بقى على يوم السبت 1 نوفمبر العالم كله هيقف ينبهر تاني، الحدث اللي مصر بتجهز له بقالها سنين، حدث منظم ضخم متقن، وده الطبيعي من بلد علمت العالم يعني ايه نظام وجمال. في الدنيا مقلوبة بنحب دايما نفتكر ان العظمة مش بس في الماضي، العظمة في اللي لسه جاي. مصر اللي بنت اول هرم هي نفسها اللي بتبني اول عاصمة جديدة بالمفهوم الحديث. مصر اللي كانت بتعبد الشمس بقت دلوقتي بتولد الطاقة من نورها. اللي كانت بتكتب بالنقش على الحجارة بقت بتتكلم بالذكاء الاصطناعي. يعني ببساطة مصر ما بتقفش، ممكن تهدى شوية بس عمرها ما تقع.
لما تسالني وتقول لي هو ليه يا شيماء سميتي البرنامج بتاعك الدنيا مقلوبه، هقول لك عشان لما بنشوف اللي بيحصل في مصر هنحس فعلا ان الدنيا اتقلبت، من الاحباط للامل، من النسيان للفخر. كل مره بنبهر العالم، من موكب المومياوات لافتتاح طريق الكباش لمتحف الحضاره لافتتاح المتحف المصري الكبير. ودلوقتي 1 نوفمبر هنفتح باب جديد في المجد، باب عليه ختم الفراعنه، صنع في مصر، ميد ان ايجيبت. في الدنيا مقلوبه بنقولها من القلب، مصر مش محتاجه تصنع تاريخ جديد، هي التاريخ نفسه اللي لسه بيتكتب كل يوم. بلد لو مشيت فيها خطوه تمشي فوق الاف السنين من الحضاره، لو رفعت راسك تشوف مجد ما بيخلص، لو بصيت لقلب مصر هتلاقي الفخر ساكن فيه زي النيل ما بيخلصش ولا بتوقف. في الدنيا مقلوبه بنختم النهارده بكلمه واحده: افخر، افتخر بنفسك، افتخر انك مصري، افتخر انك ابن الارض اللي علمت البشريه النور، افتخر لانك من بلد الدنيا كلها بتتعلم منها ولسه بتتعجب منها. كل ما تحس انك تايه افتكر ان اجدادك بنوا اهرام من غير جرافه، رسموا جدران من غير فرشه، كتبوا تاريخ من غير حبر. فهل يعقل ان حفيدهم ييأس؟ مستحيل. من هنا من قلب الدنيا مقلوبه بنقولها بصوت عالي يملى العالم كله: مصر يا جماعه مش مجرد وطن، مصر هي المعجزه اللي لسه شغاله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. دمنا بألف فخر وألف مبروك. احنا بكرة عندنا فرح العالم كله معزوم عليه. كانت معكم الشيماء توفيق، باي باي. اللي بنى مصر كان حلواني يا ولدان، حلواني حلواني اسمه على بوابتها، لا زال ولا زايل، لا زال ولا زايل. النابو عاص انرمس كمت، النابو سرو انرمس كمت، النابو وجع انرمس كمت، النابو وجع سخرو انرمس كمت، النابو انرمس كمت، النابو تجعت انرمس كمت، النابو شفت يمن الرمس كمت، النابو مري الرمس كمت، النابو نخت